خلونا نرجع بالتاريخ 1380 سنة ورا لحد ما قبل سنة 640 ميلادي. هتلاقي جندي عربي واقف عند بوابات مدينة الفرمة اللي هي السويس حاليا. اسأله سؤال واحد، يعني ايه اقباط؟ هيشاور لك على الناس اللي عايشين في البلد اللي هناك دي عند النيل والخضرة والخصوبة والوجه الحسن اللي هي مصر. طيب لو رجعنا 500 سنة كمان هتلاقي جندي روماني واقف عند بوابات اسكندرية. اسأله نفس السؤال هيشاور لك ويقول لك نفس الإجابة، بس هيشاور كده عشان هو روماني وكده يعني. وروماني على فكره اللي هو الامبراطوريه الرومانيه مش رومانيا. الاجابتين اللي فاتوا بياكدوا لنا اجابه بسيطه جدا، ان الناس اللي كانوا عايشين على ارض مصر اسمهم اقباط، وان كلمه قبطي بترادف معنى مصري في المعنى وفي المضمون. فكل المصريين اللي كانوا عايشين على ارض مصر اسمهم اقباط، وده بغض النظر عن ايمانهم او معتقدهم الديني. وده ياخدنا لسؤال مهم، يعني ايه اصلا كلمه قبطي؟ كلمة قبطي مشتقة من الكلمة اليونانية ايجيبتوس، واللي تاخد منها الاسم الانجليزي ايجيبت. ايجيبتوس شيل اول حرفين، شيل اخر حرفين، جبت قبط، الف مبروك. فعشان كده كلمه قبطي بترادف معنى مصري ونقطه، مصري بس بدون اي اضافه بعديه. وده ياخدنا لخلط اخر بيؤدي لنفس النتيجه. خلينا نتفق ان زمان المصريين من ايام المصري الاول، لا مش ده، خلينا نتفق ان زمان المصريين من ايام المصري الاول كانوا بيتكلموا بالتاكيد اللغه المصريه. فنقدر نقول ان القبطي بيتكلم اللغه القبطيه، واللي اتكتبت بكذا طريقه، منها الهيروغليفيه هي اقدمهم اللي احنا كلنا عارفينها، تيجي بعدها الهيراتيقيه اللي كانت اسهل شويه، وتيجي بعدهم الديموطيقيه اللي استمرت لحد القرن الخامس الميلادي. وعلى الرغم ان هي مشتقه من الكتابه الهيروغليفيه الا كانت بتختلف عنها شويه في الكتابه. وهنا لازم نفرق ما بين اللغه وكتابه اللغه. انت ممكن تتكلم عربي بس بتكتبه بحروف انجليزي زي حبايبنا اللي بيكتبوا فرانكو لحد النهارده وانا مش عارف ليه. ممكن تكون بتتكلم تركي بس بتكتب بحروف عربي زي تركيا قبل سقوط الدوله العثمانيه اللي كانت بتتكتب بحروف العربي ودلوقتي بتتكتب بالحروف الانجليزي. فاللغه هي اللي بيتكلم بيها الناس، وطبعا الكتابه هي طريقه تسجيل النصوص دي وتحويلها لشكل مقروء. طيب هل اللغه المصريه القديمه دي اندثرت؟ الحقيقه ان اللغه كلغه حديث لسه عايشه لحد النهارده، لكنها منحصره في بعض الطقوس الكنسيه المسيحيه، واللي كان ليها الفضل في ان هي تحفظ اللغه المصريه القديمه لحد النهارده. لكن ككتابه فالكتابه بالهيروغليفيه او الديموطيقيه او الهيراتيقيه اختفوا من ساعه اخر نص مكتوب باللغه الهيروغليفيه في منتصف القرن السادس الميلادي، وكان على جدران معابد فيلة في اسوان. ومع الوقت الناس نسيت طريقه الكتابه دي لحد ما قدر يعيد اكتشاف اسرارها شامبليون اثناء الحمله الفرنسيه. طيب ايه اللي حصل؟ كما هو معروف للجميع فإن مصر كانت تحت الحكم الروماني من سنة 322 قبل الميلاد لحد 30 قبل الميلاد، وكان من ضمن أثرها تعميم اللغة اليونانية تحدثا وكتابة في معاملات الدولة كلها. ولكن على الرغم من ده فالمصريين فضلوا محتفظين بكلامهم ولهجتهم، بل إنهم بدأوا يكتبوا الكلام القبطي المصري لكن بحروف يونانية بعد إضافة 7 حروف من الكتابة الديموطيقية، فبدأت تظهر الكتابة المعروفة الآن بالكتابة القبطية. كل ده والديانه المصريه القديمه موجوده، الكهنه بيكتبوا بالهيروغليفيه والعوام بيكتبوا بالديموطيقيه وبالحروف اليونانيه. جم الرومان دخلوا مصر 30 قبل الميلاد، وتيجي سنه صفر ميلادي ويحصل في العالم معجزه غيرت شكل التاريخ الانساني والديني، وهو ميلاد السيد المسيح عليه السلام. المسيحيه كديانه دخلت مصر تقريبا اول مره سنه 65 ميلادي، في عصر مبكر جدا بعد السيد المسيح، والكلام ده كان على ايد القديس مرقس، وعشان كده الكنيسه المصريه اسمها الكنيسه المرقسيه. وحسب الروايات المسيحيه فالقديس مرقس هو كان احد الرسل السبعين اللي اختارهم المسيح لنقل البشاره او الكرازه، وعشان كده برضه اسمها الكرازه المرقسيه. وبعد انتشار المسيحيه في مصر وفي روما بدا الاحتكاك يظهر في مصر ما بين اتباع الديانه المسيحيه الجديده وما بين اتباع الديانه المصريه القديمه، بالتزامن مع شعور الامبراطوريه الرومانيه بالخطر من الدين المسيحي الجديد، واللي ادت لوقوع شهداء لا حصر لهم منهم القديسه صوفيا، وركز في الاسم ده كويس. وعلى الرغم من قسوه الاضطهاد وظلمه الا انه كان سبب في انه يحفظ اللغه القبطيه تحدثا وكتابه، وده بسبب ترجمه الكتاب المقدس من اليونانيه للقبطيه. وبعد فترة الاضطهاد كانت سنة 306 ميلادي، واعتلى عرش الإمبراطورية لإمبراطور قسطنطين العظيم، واللي غير شكل العالم المسيحي بعد اعتناقه شخصيا للديانة المسيحية، واللي كان سبب في إصدار بيان ميلانو سنة 313 ميلادي، واللي أعلن فيه التسامح الديني مع المسيحية، وأسس مدينة القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا. بل وأخذ جسد القديسة صوفيا اللي اتكلمنا عنها شوية من مصر بعد ما سمع بمعجزاتها ونقله اسطنبول، وأسس كنيسة آيا صوفيا. مع مرور الزمن بدأت الديانة المصرية القديمة في الاندثار، وبدأ يندثر معاها الكهنة اللي بيكتبوا الخط الهيروغليفي كنقوش مقدسة على المعابد وفي برديات الموتى. لكن فضلت اللغة كاللغة منطوقة، لكن بتتكتب بالحروف اليوناني وبيتكلم بيها الناس في معاملاتهم اليومية. لكن طبعا مع مرور الزمن بدأت الناس تنسى الهيروغليفية، وجيل بعد جيل بدأت النقوش دي تتحول لطلاسم غير مفهومة. ورغم محاولات الناس على مدار السنين ان هم يفكوا طلاسم الكتابات دي، الا انهم ما كانوش يعرفوا ان النقوش دي هي نفس اللغة اللي كان بيتكلمها اجدادهم، لكن كانت مكتوبة بحروف اخرى. ومع دخول العرب سنة 640 لمصر بدأ الموضوع يتحول بالتدريج. على امتداد 8 قرون من دخول الإسلام واللغة العربية لمصر ولحد القرن ال15 الميلادي، فالقبطية ما كانتش لغة دين، بل إنها كانت لغة عوام اللي ورثوها عن جدودهم من آلاف السنين.
وكان زي ما حاصل حاليا، الصعايده ليهم لكنه، الفلاحين ليهم لكنه، الفيومين ليهم لكنه. لكن خلال الحكم الاموي في مصر واثناء ولايه عبد الله بن عبد الملك بن مروان سنه 706 ميلادي تم تعريب الدواوين من القبطيه للعربيه، بدل ما كانت بتتكتب بالقبطيه بعدين بتترجم بعد كده للعربيه. وده استدعى ان موظفين الدوله يتعلموا اللغه العربيه عشان يعرفوا يحافظوا على وظائفهم دي. لكن القبطيه فضلت حيه في حياه المصريين لحد القرن ال13، خصوصا في فتره الدوله الفاطميه، نستثنى منها بس فتره الحاكم بامر الله اللي يقال انه اصدر مرسوم بمنع التحدث بالقبطيه في الشوارع واستكفاء الناس باللغه العربيه. لكن ده ما منعش الناس ان هم يفضلوا يتكلموا بلغتهم الام، خصوصا في القرى والاقاليم البعيده. بالاضافه لتوافد القبائل العربيه لمصر خلى بعض المصريين يتعرفوا على اللغه العربيه، وخلى بعض الناس من القبائل العربيه يتعلموا القبطيه، زي ما بيحصل دلوقتي ان تلاقي اي حد ينزل مصر غصب عنه لازم يتعلم لغه اهل مصر. ومع ازدياد انتشار اللغه العربيه وتراجع اللغه المصريه تحدثا وكتابه وصولا للقرن العشرين، اضطرت الكنيسه ان هي تترجم الكتاب المقدس للمره الثانيه، بس المره دي من القبطيه للعربيه. وكانت اللغه المصريه القديمه على وشك الاندثار التام لولا اكتشاف حجر رشيد. ولان اللغه المصريه القديمه اثبتت عبر التاريخ انها لغه مش راضيه تندثر وبتقبل ان هي تختفي، كان من قدرها ان حجر رشيد اتكتب اصلا، واللي كان سبب رئيسي في تاسيس علم المصريات. الملك اليوناني بطليموس الخامس سنه 96 قبل الميلاد كان عمل جميله في الكهنه المصريين ورد لهم حقوق كان ابوه اخذها منهم. فالكهنه دول ردوا له الجميل، او ردوا للعالم كله الجميل، بانهم كتبوا رساله شكر على الحجر ده بثلاث لهجات او بثلاث نصوص. النص الاول كان الهيروغليفي، النص الثاني بالديموطيقي، النص الثالث كان باليوناني. وده اللي خلى شامبليون اللي يقال ان هو تعلم القبطيه على ايد القبطي المصري الكاهن يوحنا الشفتشي، اللي بيعتبره البعض ان هو الجندي المجهول في فك اسرار حجر رشيد. قدر شامبليون بعدها يفك اسرار الحجر ويعرف العالم كله ساعتها ان اللغه المصريه القديمه ربما تكون قد ضعفت وربما اختفت لفتره، لكنها موجوده بقوه وبتدرس في الجامعات لحد النهارده عشان تثبت ان هي لغه للتاريخ وهتفضل عايشه مهما مر عليها الازمات. فالقبطيه مش ديانه، القبطيه لغه وهي المصريه. لما تقول ولا ياض يلا، او لما تجيب قوطه، او لما تقمر عيش، او لما تقول لاصحابك يا اوباش، او تقول ياما، او تخوف عيالك بالبعبع، او تكوش على حاجه مش بتاعتك، فانت كده بتتكلم بالقبطي بس انت مش واخد بالك. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. ما تنساش تكتب لنا في التعليقات وتجاوبنا على مين الناس اللي ساكنين هناك عند النيل والخضره والخصوبه والوجه الحسن. نشوفكم الحلقه الجايه. انت بتضحكني على فكره. بتضحكني. حبيبي.